تقول عائشة رضي الله عنها: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي في ذات يوم، إذ جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة فاستأذنت للدخول، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها ارتاح، استأنس صوت هالة مشابه لصوت أختها خديجة، فشعر بارتياح، فقال: اللهم هالة، يا رب تكون هذه هالة. لماذا؟ لأنها ذكرته بخديجة. فلما دخلت هالة وانصرفت قلت: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. غارت السيدة عائشة كل شوية خديجة خديجة، حتى إن أي شيء بيفكرك بخديجة أنت تحن إليه. فهي بتقول له من الغيرة: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني قد سقطت أسنانها من الكبر، لسه فاكر امرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد باقي أزواجه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. سبحان ربي، والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمني من غيرها. انظر إلى هذا الوفاء وهذا الحب لخديجة. وفي ذات يوم استأذنت عجوز للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه هش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسح لها المجلس واستقبلها واحتفى بها وقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ قالت: نحن بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما انصرفت العجوز قالت عائشة مستغربة: يا رسول الله، لقد رأيتك تحتفي بهذه العجوز على غير العادة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمان خديجة. سبحان ربي، انظر إلى منزلة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم.